بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بأصدقائي وطلابي طلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة المختلفة. درسي اليوم في قسم الجغرافيا من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، ودرسنا اليوم بعنوان فصول السنة. هنشوف في الدرس ده إزاي أو ليه بتختلف درجات الحرارة على نفس المكان على سطح الأرض، وما الأثر الناتج عن هذا الاختلاف. يلا بينا نبدأ درسنا النهاردة. هنبدأ درسنا باختلاف درجات الحرارة في فصول السنة. تختلف درجات الحرارة في فصول السنة الأربعة: شتاء، صيف، خريف، ربيع، بتنوع المناخ وتنوع المحاصيل الزراعية، وبتتنوع معها الحياة بشكل عام. وتعتبر دي نعمة من النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. طيب، ليه بيحصل الاختلاف في درجات الحرارة على سطح الأرض في كل فصل؟ ده بيكون بسبب الشكل الكروي للأرض الذي يؤدي إلى اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس، سواء كانت عمودية أو مائلة. والعمودية بتكون أشد حرارة، والمائلة بتكون أقل حرارة. طيب، هتيجي تقول لي ليه يا أستاذ الأشعة العمودية أشد حرارة من الأشعة المائلة؟ أقول لك تعالى وأنا أحطهم لك الاتنين في مقارنة بسيطة. الأشعة العمودية بتخترق الغلاف الجوي وتسقط على كوكب الأرض مباشرة، وده بيخليها تفقد قليل من حرارتها على الأرض، وكمان بتغطي مساحة صغيرة من سطح الأرض، فتتركز الحرارة على تلك المساحة، فبالتالي بتكون أشد حرارة. طيب، هنيجي بالنسبة للأشعة المائلة. الأشعة المائلة دي لما بتيجي تخترق الغلاف الجوي وتذهب مباشرة إلى كوكب الأرض، بتفقد الكثير من حرارتها في هذه الرحلة، وبتنتشر على أو بتغطي مساحة واسعة من سطح الأرض، فتتوزع الحرارة على تلك المساحة الكبيرة، فبالتالي بتكون أقل في درجة الحرارة. هنيجي نشرح بعد كده تعاقب فصول السنة. بسبب دوران الأرض حول الشمس تتعاقب فصول السنة الأربعة في أوقات محددة من العام. فكلنا نعلم أن الأرض تدور حول الشمس من جهة الغرب إلى الشرق مرة واحدة كل 365 يوم وربع. وده الأرض بتدور طبعا مع ثبات ميل محورها في اتجاه واحد، فده بيخلي الشمس تتعامد على دائرة عرض رئيسية معينة في فترة زمنية محددة هنعرفها مع بعض دلوقتي. طبعا احنا لسه قايلين ان الشمس بتتعامد على الارض في فترة زمنية محددة بفضل ثبات ميل محور مركز الارض اثناء دوران الارض حول الشمس. ده بيديني 4 حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ بيديني حاجة اسمها الشتاء الشمالي او الانقلاب الشتوي، وده بيكون فيه الشمس متعامدة على مدار الجدي. طيب، نتيجة تعامد الشمس على مدار الجدي بتكون ايه؟ بتنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء، تنخفض درجة الحرارة ويحل فصل الشتاء في نصف القرى الشمالي، وبترتفع درجات الحرارة وبيحل فصل الصيف في نصف القرى الجنوبي. ده الانقلاب الشتوي. طيب، هنيجي
لحاجة اسمها الربيع الشمالي أو الاعتدال الربيعي. ده بتكون الشمس متعامدة فيه على خط الاستواء. طيب، نتيجة تعامد الشمس على خط الاستواء بتكون إيه؟ اعتدال درجة الحرارة في فصل الربيع شمال الكرة الأرضية، واعتدال درجة الحرارة في فصل الخريف في جنوب الكرة الأرضية. هنيجي بعد كده لتالت نقطة، وهو الصيف الشمالي أو الانقلاب الصيفي. ده الشمس فيه بتكون متعامدة على مدار السرطان. طيب، نتيجة تعامد الشمس على مدار السرطان بيكون إيه؟ بيكون ارتفاع درجة الحرارة وحلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وانخفاض درجة الحرارة وحلول فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي. هتلاقوا الصيف الشمالي عكس الشتاء الشمالي. خلوا بالكم عشان ممكن تيجي مقارنات. وهنلاقي برضو عندنا الخريف الشمالي عكس الربيع الشمالي، هنشرحه دلوقتي. الخريف الشمالي او الاعتدال الخريفي ده بتتعامد الشمس فيه على خط الاستواء. تمام؟ ايه نتائج تعامد الشمس على خط الاستواء اثناء فترة الاعتدال الخريفي؟ ده بتعتدل فيه درجات الحرارة ويحل فصل الخريف على نصف الكرة الشمالي، وبتعتدل فيه درجات الحرارة ويحل فيه فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي. يبقى اللي أنا فهمته من الأربع بنود دول إن كل بندين فيهم عكس بعض. هنلاقي الشتاء الشمالي أو الانقلاب الشتوي عكس الصيف الشمالي أو الانقلاب الصيفي، وهنلاقي برضو الربيع الشمالي أو الاعتدال الربيعي عكس الخريف الشمالي أو الاعتدال الخريفي. نخلي بالنا هنا عشان ممكن يجيب لنا وجه مقارنة، أسئلة مقارنة كده على الماشي، فنخلي بالنا من النقطة دي جدا. طيب، عايزين نعرف يا أستاذنا إيه اللي بيميز كل فصل مناخي من دول عن غيره؟ أقول لك تعالى نعمل جدول بسيط كده هنعرف فيه مميزات كل فصل عن الآخر، وكمان هنعرف فيه مدة حضور وبقاء كل فصل فيهم على وجه الكرة الأرضية. هنبتدي بفصل الشتاء. بيميز إيه فصل الشتاء؟ قصر النهار وطول الليل، انخفاض درجات الحرارة، نشاط الرياح، سقوط الأمطار. طب فصل الشتاء بيجي إمتى؟ بيجي في الفترة من 21 ديسمبر حتى بيجي في الفترة في النصف الشمالي من 21 ديسمبر، وبيجي في نصف الكرة الجنوبي من 21 يونيو. عكس بعض اهو. هنيجي لما نيجي للصيف هنلاقيها العكس. خلي بالكم معايا. هناخد فصل الربيع. فصل الربيع ده بتتساوى طول الليل والنهار فيه، بينبت فيه أوراق الشجر، بيعتدل درجات الحرارة فيه. طيب، بيجي امتى يا أستاذنا؟ بيجي 21 مارس في نصف الكرة الشمالي، وبيجي 23 سبتمبر في نصف الكرة الجنوبي. طيب، هنيجي للصيف. الصيف ايه اللي أهم مميزاته؟ طول النهار وقصر الليل وارتفاع درجات الحرارة. بيجي امتى؟ بيجي في نصف الكرة الشمالي 21 يونيو، وبيجي في نصف الكرة الجنوبي 21 ديسمبر. عكس الشتاء فوق. دايما هنلاقي في الشتاء عكس الصيف، والربيع عكس الخريف. او هناخد الخريف هنلاقي فيه تساوي طول الليل والنهار، اعتدال درجات الحرارة. هنلاقي فوق في الربيع نبات اوراق الاشجار، هنلاقي تحت هنا تساقط اوراق الشجر. طيب، بيحضر امتى فصل الخريف؟ في فصل الخريف في نصف الشمالي بيحضر يوم 23 سبتمبر، اما في النصف الجنوبي فبيحضر في 21 مارس. هناخد كام سؤال كده على الماشي، خلوا بالكم منه. ماذا يحدث لو لم تكن الارض تدور حول الشمس؟ هنلاقي عدم ظهور تعاقب الفصول الاربعه، هنلاقي عدم تنوع المناخ، هنلاقي يا اما صيف على طول يا اما شتاء على طول، هنلاقي صيف على طول مثلا في النصف الكرة المواجه للشمس، وهنلاقي شتاء على طول في النصف الاخر المواجه اللي مش مواجه للشمس. طيب،
ايه اللي هيحصل لو محور الارض ما كانش مائل اثناء دورانها؟ كانت اشعة الشمس ستصبح عمودية تماما على كوكب الارض عند خط الاستواء، وستظل مائلة على بقية كوكب الارض، مما يترتب عليه ثبات المناخ وعدم حدوث ظاهرة حدوث الفصول الاربع. طيب، هيحصل ايه لو محور الارض ثابت الميل في اتجاه واحد من اثناء الدوران؟ لو ده حدث كانت الفصول الاربعه هتيجي بغير ترتيبها الذي عرفناه، ولربما تقرر الشتاء مثلا او الصيف في السنه الواحده. دي كانت بعض الاسئله ماذا يحدث لو، حبيت اقولها ليكو. وبكده اكون انا خلصت درسي النهارده، وبالتوفيق لطلابي وطالباتي طلاب الصف الاول الاعدادي. وفضلا لا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناه حتى تعم الفائده لكم ولجميع زملائكم في جميع انحاء الجمهوريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.